جاوب ازاي على السؤال بتاع الاكسبكتد سالاري بتاعك في الانترفيو، وهل ده سؤال فعلا فخ زي ما بيقولوا؟ لا، هو ده سؤال مهم ولابد ان الاتش ار يعرفه في اثناء الانترفيو. انا من انصار مدرسه بتاعت ان انت تبقى فاهم عمق او الروت او الجدر بتاع السؤال رايح فين وجاي منين. يعني ايه؟ يعني انا مش من اتباع الفكره بتاعت يلا بينا ان يبقى في بوست على الفيسبوك او بوست على اي سوشيال ميديا بلاتفورم نجري وراه نصدق. لا يا فندم، لا لا، واحده واحده. افهم الروت اخباره ايه عندك وعند الاتش ار علشان تعرف تجاوب. سؤال فيه تركه، لو انت مش فاهم الروت فيه تركه بالنسبه لك وهيوقعك. الروت ده بقى نقصد بيه ايه؟ نقصد بيه حاجتين، الروت اللي عندك والروت اللي عند الاتش ار. تعال نبتدي من الروت اللي عندك عشان ده اللي هياخدنا بسهوله انك ما تشغلش حتى بالك بالروت اللي عند الاتش ار. طيب انت الاكسبكتد سالري بتاع حضرتك كام؟ ده محتاج يتحسب. يعني انت وانت عندي في جلسه كارير كوتشنج ده بنحسبه يا فندم، بنرتبه مع بعض. ليه؟ لانه ببساطه انت لابد ان انت يبقى المهاره بتاعتك او اللي انت بتقدمه للشركه لابد ان هو يبقى له تمن. مش مظبوط؟ طيب علشان انت يبقى للمهاره بتاعتك او يبقى للي انت بتقدمه في الشركه تمن، مش لابد انك تبقى عارفه. ده واحد. اتنين، مش ده في السوق له تمن ولا هو انت اللي بتحدد التمن لوحدك؟ وهل احنا بنتكلم في السوق المصري بس ولا في السوق في دولة تانية؟ مش لابد انك تبقى عارف الحاجات دي. طيب والكواليتي اللي انت بتقدمها مش لابد انك تبقى عارفها؟ دي كلها حاجات ليها تمن ولابد ان احنا نبقى مرتبينها مع بعض. عشان دايما بنقول بس طبعا شهادتي هنا هتبقى مجروحة، انت لابد ان يبقى لك كارير كوتش. لابد يا فندم، لابد ان يبقى لك حد بيرتب معاك، تكلم معاه قبل ميعاد الانترفيو. والا لو ما عملتش كده يبقى هتدخل الانترفيو وهتطلع منه وانت مش عارف هل انت جاوبت صح ولا جاوبت غلط. هل هو حاطط لك سؤال فيه تركه ولا ما فيهوش تركه ولا ما فيهوش تركه؟ السؤال ده كان بريء ولا ما هوش بريء؟ لابد انك تبقى فاهم. وفي نفس الوقت الكارير كوتش هيعلم حضرتك انه هي مش باتل يا فندم، هو مش صراع ما بينك وبين، او هي مش معركه ما بينك وبين الاتش ار في الانترفيو ابدا يا فندم خالص. خلينا نقولها بلغه السوق، انت راجل رايح تعرض السلعه اللي عند حضرتك. هل لما تيجي تعرض السلعه اللي عند حضرتك الطبيعي لما اسالك اقول لك السلعه دي بكام تبقى حضرتك مش عارف ترد؟ طبعا لا، مش منطقي. فلابد انك تبقى عارف انت بتعمل دي بكام. يا سيدي ده انا لو رايح لحد يعمل لي خدمه مثلا بساله بتعمل دي بكام، لو ما ردش عليا انا مش هشتغل معاه. او لو رد عليا وقال لي رقم مختلف عن باقي الارقام اللي انا سائل عنها